اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. أن لك الملك والقوة والمجد أبد آمين. أهلا بحضراتكم في إلهنا القوي. جوه الطاحونة وجدت معونة، يا ما صليت يا بابا كيرلس، باكر وعشية على الأرض تنام، في هدوء وسلام. حولت الطاحونة يا بابانا سما روحانية. أهلا بيكم حبايب. هبدأ بمعجزة أو قصة، هي مش معجزة، هي قصة. قصة واحدة ست والبابا كرولوس عمل معاها توبة غير عادية. الكلام ده أنا سمعته من صاحب القصة، صاحبة القصة يعني. حصل إن واحدة كانت رايحة عند أبونا مينا عبود، سمعت في فيديوهات إن البابا كيرلس السادس كان يبعت مكانه أبونا مينا عبود في كذا فيديو سجلنا بالأسلوب دوت. فقالت طب وانا ادم يعني البابا كرولوس بيبعته، يبقى البابا كرولوس واصل، يبقى البابا كرولوس ابوه، فانا اروح للبابا كرولوس. بس هي في الاصل عند ابونا مينا. فقالت واحده صاحبتها تعالي تروحي معايا. كان هي وصاحبتها بعيد تماما تماما تماما، كما لو كانوا يعني ما يعرفوش حتى بان لازم. هي بنت ناس قوي، كل حاجه وكل طلباتها مجابه بشكل غير عادي. الست دي كانت متجوزه، وكانت يعني في خلافات مع جوزها، خلافات مع عيالها الصغيرين، خلافاتها مع أهلها بالكامل. ورغم كده الكل كان بيوقرها ويحترمها، وهي حاسة إن دوت ملزم، لازم الناس تحترمها، ولازم جوزها، ولازم أبوها، ولازم أخواتها، ولازم أولادها، كما لو كانت هي الوحيدة اللي في العالم ومفيش تاني بعدها. وكانت واحدة صاحبتها نفس الكلام. فقرروا بدل ما يروحوا لأبونا مينا، راحوا للبابا كرولوس على أساس إن هو أبوه، إن هو أحسن، إن هو أعلى حاجة كده في دماغهم يعني، رغم ان ابو نبينا عبود ده شهيد كبير. المهم راح للطاحونه. فاول حاجه لما كانت دخلت الطاحونه في تفتيش ومش عارف ايه، اتعالت على الناس والناس ما كانش هيدخلوها. فبتقول في نفسها ايه؟ انا غلطانه ان جيت لك يا بابا كرولوس. دي بتقول في نفسها كده. وصاحبتها التانية شرحوا، دخلوا هما الاتنين بيدندنوا كده، الكلام مش عاجبهم. لا يعني بابا كرولوس ايه وبتاع، ايه اللي جابنا وتفتيش جم بعد كده يخشوا مكان الطاحونه اللي هو الجزم. لا عجيزة ايه وبتاع ايه ويعني، لا الموضوع كان صعب. ما كانش حابين يعملوا كده. وده كانت حاجة يعني بالنسبة لهم، مش عايز اقول اهانة، بس يعني لا مش حلو، مش حلو خالص ان يقلعوا الجزم. هم قلعوا الجزم وقاعدين ومش عارف ايه. اتفاجئوا بصوا لقوا ان الطاحونة دي صغيرة جدا، عبارة عن دورين. ايه، ولقوا لوحة مديحة البابا كيرلس، ولوحة تانية تقريبا بتاع جوه الطاحونة، والناحيه سلم، والناحيه التانيه زي باب صغير كده ازاز، وفي حاجه البابا كولوس من جوه. فبتقول هي دي الطاحونه اللي الاف الناس بيجوها، هم داخلين بيتفرجوا على تحف. ده حتى التحف احسن من ده شويه. يعني هي حتى جوه الطاحونه شايفه ان كده يعني مش تمام يعني. المهم حصل بعد كده، طلعت الدور اللي فوق. الدور اللي فوق فيه مسبح. فبتقول في نفسها ايه؟ يعني المسبح دوت ليه دخل تنتقد كل حاجه؟ يعني المسبح ده كام واحد هيصلي فيه؟ طب البابا كرولوس كان قاعد في حته مقطوعه وكان هو واحد بس بيصلي، لكن دلوقتي حاطين مسبح، يشيلوا المسبح. المهم كان في ستر عليه البابا كيرلس. فبكل عنطزه، بكل تكبر يعني، بطريقه مش حلوه يعني، تزيح الستر. طبعا اللي بيزيح الستر هو الكاهن فقط، حتى الشماس مش من صلاحيته يعمل كده. حبت تزيح الستر ويعني زي ما تقولوا ايه، عادي يعني اكنها ستاره بيتهم عادي، جايه تزيح الستر.
حست بايد مسكت ايديها وتبص على الناس وجسمها اتكهرب كده ومش قادره تعمل حاجه. ايه ده ايه ده؟ صاحبتها تقول لها في ايه؟ تقول لها ايدي، حد ماسك ايدي. صاحبتها سمعت كده جريت، سابتها ونزلت جري، وسابتها وجريت عشان خافت احسن حد يمسكها. يعني هي متخيله ان في حاجه ممكن تمسك الايدين. المهم حصل بعد كده الست ديت فضلت بقى يعني تقول بابا لو انت بابا كرولوس طمن قلبي، لو انت حاجه وحشه ازاي تخش الكنيسه، يبقى المكان ده مش مقدس. بتقول شافت البابا كرولوس في منظر غريب. اول حاجه هي بس اللي شافته، وشافته واقف على المسبح مع ان في ستر ما اتفتحش، يعني الستر ما اتفتحش، بس هي شافته واقف على المسبح كما لو كانش فيه ستر، وبيبص لها كده مش بغضب بس بيبص لها كده، وعينه قالت لي اورته كده مضيقه كده اكنه زعلان، بس هو ما كانش زعلان قوي، يعني هو ايه، كان بيبص لها انت بتعملي ايه. المهم قالت له يا بابا كرولوس انا اسفه، مش هاجي لك الطاحونه تاني، من فضلك سيبني امشي. بابا كرولوس ساب ايديها فعلا ونزلت. في النزله دي كانت هتتشنكل. السلام بتاعت الطاحونه عاليه قوي عاليه قوي قوي، وفيها لفه جامده، ففي حته تعرف تحط رجلك فيها وطرف صعب تحط رجلك فيه، فاللي ينزل ينزل على مهله، فكانت هتقع. بس لقت البابا كرولوس مسك ايديها تاني، اتجننت. طلع من الطاحونه تقول انت عايز ايه مني يا بابا كرولوس؟ انت عايز مني ايه؟ هي كانت بتعمل كام حاجه كده مش هينفع اقولها، بس يعني ايه، بتعمل حاجات تزعل، يعني تعمل حاجات تزعل ربنا. منها كانت بتشرب مثلا، وهي نازله بابا كرولوس مسك ايديها، قالت له مش هجيلك تاني، مسك ايديها وخرجت من اللي هي الطاحونه نفسها، وفضلت في الحوش انها تلاقي صاحبتها مش موجوده. مش موجود. بتقول انا اتلخبطت، ولا عارف اطلع ولا عارف ادخل، ولا عارف اعيط ولا عارف افرح، ولا عارف احكي لحد. يعني اكنها متأيدة، اكنها في حاجة غلط، يعني في حاجة غلط. المهم الموقف يعدي بشكل ما او بطريقة ما، وتعرف تروح. تتصل بصاحبتها تليفونها مقفول، وصاحبتها تليفونها مقفول. كان مأثر فيها لمسة ايد البابا كرولوس. بتقول لما جت تزيح الستر الايد منعتها بس برفق، بحنان. ولما يعني هي بتحس باللمسه بتاعت الايد، يعني مثلا حد يمسك ايد حد بالشده بيحس بالشده، بالراحه بيحس بالراحه. وبعد كده لما كانت هتقع من على السلم نفس الكلام. قعدت تقول طب انا هو بيحبني، طيب بس انا مش حاسه ان انا بحب ربنا عشان هو يحبني. يعني هي مش حاسه ان هي بتحب ربنا، وفي نفس الوقت بابا كوس يحبها ليه. بعديها صاحبتها اتصلت بيها تقول لها انت فين، وازاي تسيبيني في الحته دي، وازاي. قالت لها البابا كرولو شاور لي على بره. قالت لها نعم. قالت لي البابا كرولو شاور لي ان اطلع بره، ولما طلعت من الطاحونه لقيته واقف في قلب الحوش بيقول لي اخرجي من الطاحونه خالص. وبعدين قالت لي انا حتى المفروض بيركبوا اي حاجه، هم جم باوبر وكده، بعد كده خدوا حاجه يطلعوها فوق. قالت لي ان اوقف حد يقف لي، ما حدش عايز يقف لي. ونزلت اكني مطروده. وصاحبتها دي قعدت تعيط عياط. فبتسال صاحبتها انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ قالت لها البابا كله طردني. انت بتتكلم ايه؟ ده طردني. هو البابا كله بيته اتحد من الطاحونه يا جماعه؟ وبعد كده الثانيه تقول لها وانت عليه ليه برضك بتعيط؟ قالت لها وانت بتعيطي ليه؟ ده سندك. هي كمان قالت لها الله اعلم سندني ليه، انا اوحش منك، المفروض انا كمان اطلع بره معاكي. المهم بعدها بفتره اتفقوا ان هم يروحوا الطاحونه تاني. احنا قلنا وهو داخلين اول مره كانوا داخلين زعلانين من التفتيش، بعد كده انه يقلعوا الجزم. دخلوا المره دي، انتوا عارفين اللي بيقول يا حته داريني، اللي بتقول يا رب استرها عليا. هما الاتنين دخلوا واحده فيهم متخيله ان البابا كرولوس زعلان منها، والتاني متخيله ان البابا كرولوس هيطردها. يعني واحده متخيله كده واحده متخيله كده. وداخلين هما شايفين الامن وشايفين الناس اللي، لا هم بعينيهم على البابا كرولوس ما هو واقف فين. والبابا كرولوس هيبص البصه دلوقتي وهيعمل عمل تمام يعني. المهم دخلوا، جم بقى يخشوا الطاحونه من نفسهم قلعوا الجزم. البابا كرولوس قال لها اطلعي بره. دخلت وسجدت. احنا قلنا السلم على اليمين وفي حته كده في حاجات لبابا كرولوس على الشمال في ازاز. راحت اول ما دخلت راحت ركعت على الارض وشها في الارض كده، وقعدت تقول له اوعى تعملها فيا وتطردني بره يا بابا كرولوس. بابا كرولوس انا ست وحشه يا بابا المهم فجاه كده قعدت تعيط وصوتها طالع، والتاني تطبطب عليها وصوتها بقى ايه، دموع نازله، مش دموع من نوع تاني، يعني دموع كده
انا ما استاهلش ابقى هنا، دموع تواضع، دموع توبه، كوكتيل من الدموع كان في اللحظه دي. صاحبتها كانت بتطبطب عليها. صاحبتها حبت تطلع فوق الكنيسه اللي فوق علشان البابا كرولوس تشوفه تاني، او البابا كرولوس يمسك ايديها، او اي حاجه. طلعت وسابت البت بتعيط. البت وهي بتعيط حست بطبطبه على كتفها. بتبص لقت حد لابس جلابيه سودا، وهي ما قدرتش ترفع وشها لفوق بقى، ما كملتش البصه لفوق دي. قعدت تقول له عشان خاطري اوعى تطردني، عشان خاطري انا عارفه نفسي، عشان خاطري. وهو يطبطب عليها. التانية فوق بقى عماله تدور على بابا كرولوس، وتقول له طب بص، انا غلطانه وانا عارفه ان الانسان متكبره، وانا عارفه ان انا ما استاهلش اي حاجه. ممكن يا بابا كرولوس تظهر لي؟ ممكن يا بابا كرولوس تعمل حاجه؟ طبعا بابا كرولوس ولا ظهر ولا مسك ايديها ولا عملت اي حاجه. نزلت تعيط، والتانية طالعه فرحانه. فالفرحانه بتقول لي بتعيطي ليه؟ قالت لها بابا كرولوس ولا سأل فيا ولا اتكلم ولا عمل اي حاجه. وانت فرحانه ليه؟ قالت لها اصل جه وطبطب عليا كما لو كان بيقول لي مش هطردك. قعدوا هما الاتنين في المكان مش عايزين يمشوا. جابوا شاي واكلوا، مش عايزين يمشوا. عينيهم على البابا كرولوس، كل واحده فيهم متاكده انها تشوف البابا كرولوس. واحده عايزه البابا كرولوس يرحب بيها او يبتسم لها او يقول لها مش إن ده مكانك يعني. والتانيه نفس البابا كرولوس طبطب عليها ولا يمسك ايديها ولا اي حاجه من الحاجات دي. المهم، راحت اللي فرحانه تقول لها ايه. كانت حوالي مثلا دخلت على أربعة مثلا. قالت لها تيجي نروح عند أبونا مينا عبود. راحوا عند أبونا مينا، وكان تقريبا خمسة إلا، وهم تقريبا في مكان بيقفلوا خمسة، خمسة ونص. فيعني إيه اللي على الباب قال لهم بسرعة عشان هنقفل. وهم أول مرة عند أبونا مينا، فلو عند أبونا مينا لازم حد يقول يمشي إزاي. ولو دخلت في حتة هي كلها تراب، يعني ممكن يتوه جوه ولا يتخض ولا أي حاجة. فماشي ماشيين، هي طرقة عريضة كده وأنت ماشي لحد ما تروح عند قاعة كده، وبعد كده تكسر يمين في شمال عشان توصل عند أبونا مينا. في الكسرة احنا كان في ناس حوالينا. لما كسرنا الكسرة دي في شمال علشان يخش عند ابونا مينا، يلف لفة كده وبعد كده شمال تاني يبقى قدام المزار بالظبط. في اللفة دي بصوا لقى البابا كرولوس واقف. يعني في اللفة دي بصوا لقى البابا كرولوس واقف. هما الاتنين شافوه في نفس اللحظة. هما بصوا لبعض وما لقوش البابا كرولوس تاني. العياط بقى، هما الاتنين عياط. الناس بعد كده جم طالعين يبصوا لهم. هم مش بيعيطوا حزن، يعني كان واضح ان هم مش بيعيطوا حزن، هم بيعيطوا هم فرحانين. والناس مستغربه، هو في ايه؟ هو امتى؟ هو ازاي؟ هو احنا شفناه بجد؟ البابا كرولوس جاي معانا من الطاحونه عند ابونا مينا؟ هو دوت ممكن؟ وفضلوا هما الاتنين في حاله بكا وحاله فرح. الحالات دي صعب قوي حد يوصفها يا جماعه. يعني تبقى انت بتبكي وفرحان، دي مشاعر تانية خالص. دي حاجه كده تطلعك السما. دي حاجة كده تخليك قاعد على الأرض كده، يعني بصوا يعني فرح سعادة. راحوا بقى عند أبونا مينا. هما الاتنين خبطوا على الباب بتاع أبونا مينا وشكرا يا أبونا مينا، ده احنا عن طريقك عرفنا بابا كيرلس، ده عن طريقك مش عارف ايه. المهم واحدة فيهم تقول ايه؟ لا، ده البابا كيرلس ده عظيم، البابا كيرلس ده جامد. البابا كيرلس دوت جه يوصلنا كما لو كان بيقول روح عند ابونا مين، او هو بيقول لنا روح عند ابونا مين، او هو اللي اتكلم في قلبنا من اول روح عند ابونا مين. بعد كده في خلال اسبوعين ثلاثه بقت كل واحده بتصلي صلوات السواعي كلها بالكامل، وبتصلي من قلبها صلاه، يعني صلاه دموع. وبيتناولوا باستمرار. جابوا صوره البابا كروس هما الاثنين، ما كانش عندهم صور دينيه تقريبا غير صوره المسيح واحده فيهم والتانيه ما عندهاش. حطوا صورة أبو نمينة وحطوا البابا كرولوس حطوا قدامهم شمعة. هم حاسين قد إيه إن ربنا ده كان حنين، حاسين قد إيه ربنا ده كان عظيم، حاسين قد إيه إن ربنا استقبلهم. نسأل بقى سؤال، هو فعلا يعني بابا كرولوس طرد واحدة فعلا؟ أنا سألت قلت لها صاحبتك فعلا لما بابا كرولوس قالت لها اطلعي بره كان طرد؟ هي كانت حاسة في الأول إن هو كان طرد، بس بعد كده بتقول أنا حسيت من جوه البابا كرولوس بيقول لي سيبيها وحدها.
يعني هي حست بعد كده ان بابا كرولوس كان بيقول لها اطلعي بره، سيبيني واحد، سيبيني، ما انا كان في ناس، سيبينا وحدنا. ولما طبطب عليها بيقول لها لا يا حبيبتي، انا مش بطردك، المكان مكانك، دي كنيسه ربنا ما اقدرش اطردك منها. ولما شافوه هما الاثنين في وقت واحد في اللفه عشان يلفوا عند ابونا مينا دي، في اللفه دي حسوا ان بابا كرولوس مهتم وجايبهم بنفسه عند ابونا مينا. واحده شفعت بابونا مينا في حاجه في لحظتها تمت. قالت الحاجه كانت عطلانه فتره، لما البابا كرولوس في واحده فيهم بتقول للتانيه او بتقول لنفسها يعني، ده اكيد البابا كرولوس لما جبنا عند ابونا مينا، ابونا مينا ده قوي، ده قوي 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 يعني. فبشفاعتك يا ابونا مينا انا اعمل قبل ما روحت الموضوع اللي هي قالت له اعمله لي، او كان خلص. متخيلين يعني ايه حد فجأة يحس ان السما جنبه، فجأة كده حياته تتغير؟ هما الاتنين اساسا رايحين باستهتار، ولا كان فارق معاهم اسف ولا ابونا مينا ولا البابا كيرلس ولا اي حد خالص، ولا اي حد بالمره. متخيلين يعني ايه السما كده تبعت معونه؟ هم ولا سمعوا وعظه، ولا سمعوا حد بيرنم حتى، ولا سمعوا حد قال كلمه ربنا في خالص. زحمه زحمه زحمه. اللي حصل بينهم كان لوحديهم وفي ثواني. لا شلت الستر، حاجه مسكت ايديها وشافت البابا كله رغم ان الستر ما اتفتحش، تيجي تقع يمسك ايديها. ايه ده؟ طبعا كان الصحوبيه بقى بالسخنه، كانت صحوبيه ملهلبه، صحوبيه ملهلبه، صداقه كده نشأت كده بعشم جامد قوي. البنت بقى لابونا البابا كوس طبطب وما قدرش يرفع وشها لفوق من الكسوف، تقول مفيش حد في الدنيا دي كلها حسسني بالحنان قد الطبطبه دي. يعني حد في الدنيا دي طبطب على الطبطبه دي ما حسيتش ابدا بحلاوتها غير لما البابا كرولوس طبطب عليا. بابا كرولوس اب، واب عظيم، وابونا مينا شهيد قوي، والعلاقه بينهم جامده، فعلا جامده ما بين البابا كيرلس وابونا مينا عبود. وكنا سجلنا قبل كده مع حد من امريكا، وكانت رايحه عند البابا كيرلس، كانت عايزه تناول فما تناولتش فزعلت قوي، حسب بابا كيرلس سايبها وراجع بقى متنكده، وهي رايحه له كان معاها بنت اختها، فبنت اختها بتقول لها بنعمل ترنيمه لابونا مينا. مين ابونا مينا؟ قال لها ابونا مينا بتاع العريش، بتاع العريش. وبعد كده تخش تعمل عمليه صعبه وكانت تعبانه جدا بتموت. تشوف ابونا مينا جاي وهي زعلانه، قال لها ما تزعليش، البابا كرولوس واقف هناك اهوت وكان بيناول ناس. وقال لها انا البابا كرولوس بعتني. في صداقه، وفي صداقه جامده جدا ما بين البابا كيرلس وابونا مينا عبود. نخش بقى في حاجه تاني. في صلاه عشيه ابونا بيبدا بصلاه الشكر، وبعد كده في مرض الشماس بيقولوا في صلاه الشكر اطلبوا لكي يرحمنا الله. انا ليه هشرح ديت؟ عشان ده نفس الاحساس اللي لما دخلوا مع ربنا وبداوا يعيشوا مع ربنا في وقت حلو، بدات السعاده تخش قلبهم وبداوا بقى يركزوا. فالكاهن بيقول واتى بنا الى هذه الساعه. الشماس بقى اطلبوا لكي يرحمنا الله ويتراءف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي، منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا. اطلبوا لكي يرحمنا الله. هما كانوا جايين داخلين الكنيسة عايزين يتغيروا، فاطلبوا لكي يرحمنا الله. يعني الشماس بيقول لهم اطلبوا علشان ربنا يرحمكم، وهم كانوا جايين عشان ربنا بالفعل يرحمهم. لكي يرحمنا الله ويتراءف علينا. وتراءف علينا دي الست ان البابا كرولوس بيطبطب عليها، كانت بتصلي وتقول له يا رب طبطب عليا. كانت تطلب كده وتقول له يا رب طبطب عليا. احنا بنقعد نسمع المردات كده لكن مش قادرين نحس. ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا. يسمعنا ده لازم بيكون بيسمعنا، لازم يكون بيسمعنا. هو انت ينفع تروح بيت ربنا وربنا ما يسمعكش؟ يعني ينفع احنا نخبط على بيت ربنا، نخبط خبط كده يقول يا رب
افتح يا اللي ساكن جوه ودخلك بيته ما يسمعكش. ايه ده؟ حصلت امتى؟ ده حتى الانسان العادي ما يعملهاش، ادم دخلك لازم يسمعك. ويسمعنا ويعيننا، يعني بيسمع ويعين في نفس اللحظة. الكلام بتاع اطلب لك يرحمنا الله، هما الاتنين حسوا الكلام بالظبط. كانوا محتاجين يروحوا ارحمنا وربنا طبطب عليهم وكان سامعهم وكمان أعنهم. يعني المراحل دي هي كلمات جنب بعض، لكن بالكامل 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 حسوا بكل كلمة اتقالت بالظبط. ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي. يجوا عند الجملة دي يقولوا بس ده البابا كيرلس وابونا مينا عبود، هم دول القديسين اللي في السماء اللي بيطلبوا عننا. طبعا اكيد في ناس كتير كانوا بيطلبوا عنهم على فكرة، بس هم العشرة مع القديسين دول متأكدين ان هم بيطلبوا عنهم. ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي، منهم بالصلاح عنا في كل حين. يعني أكنهم القديسين دول ليل ونهار، ليل ونهار بيطلبوا ربنا الصلاح ليهم، بيطلبوا الصالح في كل دقيقة. الصالح ساعات كتير في حياتنا لما نشفع بالقديسين واحنا عايزين حاجة في دماغنا، لكن الكنيسة بتعلمنا ان القديسين بيطلبوا لنا الصالح. لو طلبنا حاجة من ابونا مينا عبود وما عملهاش في ساعتها او اتأخرت او ما عملهاش خالص، لانهم بيطلبوا الصالح ما بيطلبوش طلباتنا احنا. يعني ابونا مينا والبابا كرولوس في الاول خالص قعدوا يقولوا يا رب هات الناس دي عندك، يا رب هات الناس دول كنيستك. واحده فيهم قالت للتاني تعالى نروح الطاحونه، رغم ان كنا عايزين نروح البابا كرولوس. ولما دخلوا وصاحبوا البابا راح البابا كرولوس وداهم عند ابونا مينا. الله اعلم ابونا مينا هيوديهم عند مين تاني. يفضلوا كده يمشوا كده ما بين القديسين، وقديس يسلمك لقديس وقديس يسلمك لقديس. فجأة تلاقي نفسك انت في محفل قديسين، محفل كبير، ودوت عايز يقدم لك حاجة وده عايز يقدم لك طلبة وده عايز يصلي عنك وده عايز يباركك وده عايز يعمل. دي الحقيقة، دي الحقيقة اللي احنا لازم نفهمها كلها، ان السماء دي عبارة عن كنيسة فيها آباء وإخواتنا وفيها حد قريب مننا جدا. الست اللي كانت بتحكي لي تقول لي ايه، ابونا مين عبود وبابا كرولوس كما لو هم كانوا اللي ربوني. انا حبيتهم محبه ما حبيتهمش في حد في حياتي، اللي ما كانش حد عاجبها، اللي كان داخل الكنيسه متضايقه، اللي في حياتنا كتير قوي قوي نحس بالمتاعب اللي من النوع ده، ونحس ان مفيش حد عاجبنا ونحس. بس السماء شايفه الكلام لكن بتقدم المعونه. كانوا يسمعوا اطلبوا لك يرحمنا الله ديت، ويحسوا بيقولوا لي ان احنا كنا بنحس بسرحان. كل كلمه كانت مرحله في حياتنا. لو كنتوا تركزوا كده، ركزوا في اطلبوا لك يرحمنا الله دي، هتلاقوا نفسكم دي صلاه قويه جدا. والقديسين بقى بيبقوا مالين الكنيسه. القديسين مالين الكنيسه، مالين الكنيسه. واحده بتشفع بالملاك ميخائيل، شافته في الكنيسه. واحد بيشفع بابونا مينا عبود، بيشوفه في الكنيسه. واحده بتشفع بامنا العذراء، بتشوفها بتتلقلق فوق بيت الكنيسه. الناس دي عينها مفتوحه ليه؟ عشان الناس ديت طلبت الصحوبيه بتاعت السماء، فالسماء دايما تظهر لهم وتقول لهم حتى لو انتوا خطاء احنا معاكم. تقريبا عشنا نفس المراحل بتاعتكم. بمناسبه بكره 1/9 نياحه مارينا ميلاد. مارينا ميلاد لما رحت اسجل عنها مارينا ميلاد لما رحت اسجل عنها مارينا ميلاد دي كانت قصه تماما مختلفه. انا كنت داخل متخيل حاجه في دماغي ومتخيل صورتها وهي تعبانه، يعني كنت في حاجه كده حاططها في دماغي. رحت لقيت اضعاف اللي انا كنت متخيله. حسيت برهبه في بيتهم البسيط، رهبه غير عاديه. ولما دخلت الاوضه بتاعتها، لا يا مارينا، لا يا مارينا، يعني مش هقول من غير مبالغه، الرهبه في دخلة المسبح، الرهبه انا حسيت بيها بدخلة مسبح.
كما لو كانت في ذبيحة بالفعل كانت موجودة في المكان، ذبيحة حب جامدة. وكانت مارينا ميلاد بقى عايشة سما على أصولها. مارينا ميلاد دي كانت عايشة سما على أصولها، إيش بابا كيرلس وإيش الملاك، ملاك ميخائيل وإيش مش عارف مين أبو سيفين وطماف إيريني يعني بص عايشة السما، اسمعوا قصتها كده، عايشة السما بقوة بقوة. ولدرجة إن في حتت في الحيطة كانت بتطبع بالصور الحاجات اللي بتشوفها، رغم الحيطة عندهم عبارة عن محارة، ما كانش فيه دهان، محارة بس. السما رهيبة. ومارينا ميلاد دي بقى كانت ذبيحة ذبيحة. دي مارينا ميلاد ديت تقول اطلبوا لك يرحمنا الله، دي بأنهي معنى؟ دي هي بالظبط تنطبق عليها، تنطبق على مارينا. اطلبوا لكي يرحمنا الله، كانت بتعيط يا رب اشفيني يا رب مش عارف ايه. بعد كده لا يا رب ما تشفينيش بس خليك معايا وخليني اخد اكليل كبير. ده البنت صغيرة بتقول ربنا كده، لا ما تشفينيش خليني اخد اكليل كبير. بيسألوها، دايما بتشاور فوق كده على السما. بابا يسألها شايفة حاجة يا حبيبتي؟ تهز راسها. شايفة مين؟ تشاور فوق وتعمل بإيديها كده دايرة كبيرة إن شايفة الرب يسوع. يقول لها شايفة يسوع؟ تقول له تهز راسها وشوية تسكت. يقول لها أنت كنت فين؟ شاور له فوق. فوق فين؟ تنطق أو تقول في حضن بابا يسوع. وكان صوتها طبعا ضعيف، وصوتها انا مش قادر اتخيل صوتها بس على اوصاف اللي قالت لي. صوتها كان ضعيف وبتنطق بالعقل، ما تقدرش تتكلم، ودايما كانت بتشاور، بس في دي نطقت، في ديت نطقت في حضن بابا يسوع. انا مش قادر برضك اجيب بس يعني. طب هو حضن بابا يسوع في الم؟ لا ده في تعزيه. ويتراءف علينا، يتراءف علينا دي بقى هي كانت حساها في وسط التعب بتاعتك يا مارينا ميلاد. كان في رأفة من ربنا ملهاش حل، ملهاش حل، ملهاش حل. اتشفعوا الاسبوع دوت، هنتشفع بمارينا ميلاد. الاسبوع ده هنتشفع بمارينا ميلاد، تلك الفتاة الملائكية الذي زارت السماء، والسماء زارتها في بيتها البسيط. واحد قبل كده جاله ابو سيفين ودخل بيته لحظة كده، كان يقول ايه ده ابو سيفين في السماء الكبيرة دي نازل البلد بتاعتنا والحي بتاعنا والمنطقة بتاعتنا والشارع بتاعنا، وجاي لي أنا مخصوص ومجرد زيارة لأبو سيفين كده على الطاير. ما بالكم دي كان شايف العذراء وشايف الملائكة والقديسين والملاك. ده أنا بسجل فجأة قلت لهم هي موجودة. الكل قالوا إحنا حاسين بيها. الشعور إيه اللي كان حاصل؟ هيبة. وفي حتة مش آخد نفسي فيها، وحسيت بلمسة إيديها بطبطبة علم الله. حسيت بلمسة إيد البنت بطبطبة على رجلي، وانا مش عارف بقول لها وانا بقول في حته دي اتألمت جامد. يعني وانا بقول في التسجيل دي اتألمت جامد. وفي حته تاني حد كان بيحكي عن ألمها وقد ايه كانت عظيمه، وانا بقول في نفسي انت عظيمه قوي. ده ما قلتهاش في الفيديو بس انا بقول في بيني ونفسي. طبطب على رجلي كده بهدوء كده، كامله واقفه جنبي. لدرجه انا كنت قاعد كده براحتي، لميت نفسي كده وضميت رجلي كده وقعدت الف، قعدت الف. حسيت ان حد من السماء موجود على الارض، ليه احترامه. لما نخش الكنيسه ونسمع المرد بتاع اطلبوا لكي يرحمنا الله، لا ركزوا فيه بقى. شوف انت جاي الكنيسه فعلا علشان ربنا يرحمك ويترأف عليك ويسمعك، وبعد كده قديسين يحوطوا عليك وهم اللي يجيبوك وهم اللي يودوك وهم اللي يحنوا قلب ربنا عليك. وانت فاكر يعني دخلة الكنيسة كده دي دخلة سهلة؟ ده انت ده بيقولوا الكنيسة بيت الملائكة، الكنيسة بيت القديسين، الكنيسة بيت الشهداء، الكنيسة بيت السواح. الكنيسة دي حاجة كبيرة، ورغم كده هي مستشفى الخطاة. تخيلوا بقى واحد داخل بأمراضه خارج ببركات السماء. دي نشوفها فين؟ يخرج مهما حصل، مهما حصل. يعني في حد أعرفه كان في مشكلة كده في بيته، النهاردة كان قمة الفرح، حس بمساندة القديسين في حياته. ممكن يبقى هو غلطان أو مش غلطان في المشكلة، لكن كانت حاسس ببركة القديسين في حياته. ويحكي ويتحاكى أبونا مينا عبود شهيد جدع، البابا كيرلس دوت أب
مارينا ميلاد ديت ملاك يستحق الشفع بيها. واللي يجي يقول لما كتبنا مارينا بنت ميلاد، طبعا عم ميلاد ده على راسنا من فوق، لكن الناس كانوا بيكلموها كده وهي كانت بتسمعهم كده. وانا بقول زيهم يا مارينا يا بنت ميلاد، خليكي جنبي وما تسيبنيش، اسنديني. مارينا ميلاد حد حلو قوي، وحد بلغ من القداسه كتير يعني، اللي يمكن جلاليب سودا ما عرفوش انهم يوصلوا لها. دي ساكنه في حضن بابا يسوع. بركتهم، معونتهم وسندتهم وصلواتهم تكون معانا، ولربنا المجد الدائم الى ابد امين.